يعني انت واحدة قاعدة في البيت مبهدل كده ليه؟ امال انت قاعدة بتعملي ايه؟ لكل زوج بيسمم بدن مراته ست البيت بكلمات زي دي. عايزة اقول لك كام حاجة كده. اولا، شغلانة ست البيت دي من اصعب الشغلانات في الدنيا. شغلانة مش بتبدأ 8 وبتخلص 5. لا، شغلانة عمرها ما بتخلص. ست البيت دي بتعمل ايه؟ مراتك الجميلة دي بتعمل ايه؟ بتصحى مع ولادك الصبح، تحضر لهم الفطار وتنزلهم المدرسة، وترجع تنظف وتروق البيت وتشوف النواقص وتحضر الغدا، تستقبل ولادك بعد الظهر بعد المدرسة وتسمع يومهم ماشي ازاي، تتكلم معاهم، تغديهم، بعدها تقعد تذاكر لهم وتجري ورا كل واحد فيهم عشان يخلص اللي وراه. قوم يا ابني خلص، قوم يا ابني حل الواجب، قوم يا ابني بعمل ايه. بعدها يقوموا يجهزوا عشان يروحوا التمارين. نقعد نتفرج عليهم ليه؟ عشان نشجعهم، عشان نحسسهم بالاهتمام وما يحسوش ان احنا مش مركزين معاهم. ترجع تعمل ايه بقى؟ تعمل لهم العشاء، وبعدها إيه؟ تنيمهم، إيه؟ تستناك عشان تقعد معاك شوية. الشغلانة دي يا سيدي الفاضل لا فيها مرتب ولا ترقية ولا حوافز ولا شهادات تقدير ولا برافو ولا شكرا ولا اجازات رسمية ولا حتى مرضية. مراتك شغالة بأعلى كفاءة. دي مديرة ومدرسة وممرضة وطباخة. يا عزيزي لو البيت باين هادي، فده مش عشان ما فيش حاجة حصلت، ده عشان هي سيطرت على كل حاجة. عارف بقى الحافز الوحيد اللي هي بتستناه من الشغلانة دي ايه؟ كلمة الحلوة. ومش من أي حد، منك انت بالذات. والله بتنور وبتترد فيها الروح. يا مساء الجمال ومساء الرضا على احلى اخوات في الدنيا، عاملين ايه؟ وحشتوني قد الدنيا كلها. يا رب دايما تكونوا بخير. يومنا النهارده يوم مشرق بنور الله، قد ايه يوم جميل، كله طاقة جميلة جدا، كله راحة نفسية. بدأت يومي كده بترويق أوضة الأطفال. كنت فرشت ملايات وبعد كده لقيت الجو بدأ يبرد تاني، مع الرغم ان الجو كان مصيف اليومين اللي فاتوا وكان صيف صيف يعني، والأولاد بدأوا يلبسوا قط ونص، وقلنا الصيف رجع كده بطلته الجميلة. لكن بصراحة لا الصيف عاوز يجي ولا الشتاء عاوز يمشي، باين الاتنين عايزين يفضلوا معانا، بينوعونا كده يوم صيف ويوم شتاء. فقررت النهاردة ان ادفي تاني السراير لان الاولاد بيسقعوا بالليل. وقمت كده روقت اوضه الاطفال، فتحت الشبابيك نغير كده ريحة الاوضه، وفتحت الشبابيك طبعا، وبعد كده فرشت دفايات تاني ورجعت افرش الاوضه وادفيها تاني، عقبال بقى ما واحد فيهم ياخد قرار، لا الصيف يجي لا الشتا يمشي. فبصراحة الجو الأيام دي جميل، مع الرغم ان في تغير في الجو بس جميل جدا. فقلت بقى كده اروق اوضه الاطفال واغير كده الملايات، وبعد كده نخش على المطبخ الجميل نعمل اكله جميله. يعني انا اعتقد 80% من اللي بيسمعوني دلوقتي بيحبوا الاكله دي، لان دايما الاكل ابو عيش بياكل. يعني اي اكل كده ابو عيش تاكلي منه وتشبعي وتاكلي مره واتنين وعشرة. لكن لو احنا عاملين رز عاملين مكرونه اي اكل تاني بنحس ان هي يعني اكله واحده او طقه واحده بناكلها وخلاص. فقلت كده اعمل الاكله الجميله اللي معاكم دي، هشارككم طبعا كل التفاصيل. لكن حبايب قلبي قبل ما نبدا الفيديو ما ننساش نذكر الله، لا اله الا الله، وكمان نصلي على الحبيب. اللهم صل عليك يا حبيبي وشفيعي يا رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فنبدا كده يا جماعه يومنا باللايك الجميل، تحطوا لي كده لايك جميل للفيديو لان استاهل لايكات كتير على الفيديو، وكمان كومنت حلو زيكم. اول حاجه طبعا روقت اوضه الاطفال زي ما قلت لكم، وبعد كده دخلت على المطبخ عملت طبق ملوخيه كده من اللي يستاهل بقكم. طبق ملوخيه جميل، وعملت برنجان، وعملت بطاطس مهروسه. اللي بيحب الاكله دي ينزل دلوقتي يكتب لي في الكومنتات هو بيحبها، لان انا بعشق الاكل ابو عيش، بحبه جدا. يعني بحبه جدا لاني بحس فعلا ان انا اكلت، مهما اكل منه بحس ان انا اكلت وشبعت، وبقى كوبايه الشاي ورا الاكله دي تعدل المزاج. رحت كده جبت راس توم طبعا كويسة كبيرة، وبعدين فصصتها وقشرتها، وبعدين غسلت طبعا التوم ده بعد التقشير ونزلت بيه في الكب. بدأت اخد نص الكمية عشان هعمل بيها الملوخية، والنص التاني قسمته بين البطاطس المهروسة، لان انا بحب البطاطس المهروسة جدا بالثوم والشبت والكزبرة. والنص التاني عملت بيه طبعا البرنجان او البابا غنوج.
وبعدين قلت بقى ايه لما اعمل شويه بطاطس مهروسين كده جنب الاكله دي، لان بصراحه الاكله دي كانت عايزه طبق بطاطس مهروسه. زي ما انتم شايفين جبت البطاطس غسلتها كويس جدا، وبعدين قطعتها كده مكعبات، وبعدين سبتها تتسلق. وبعد ما اتسلقت طبعا كنت جهزت ليها الخلطة الجميلة اللي قدامكم دي، التوم بالشبت، ونزلت طبعا بالبطاطس بعد ما هرستها. هنا كنت عاملة شوية ملوخية ناشفين كان طعمهم خطير. برضو نص كمية التوم حمرتهم كده، وبعدين نزلت بالطماطم، عصير الطماطم فرمته في الخلاط، وبعد كده نزلت بيه فين، على التوم. وبعد طبعا ما سبكت كده نص تسبيكة، نزلت بكرنبين 3 من شوربة، كان عندي شوربة لحمة مخلية طعم الملوخية روعة. وبعدين نزلت بقى بالملوخية الناشفة بتاعتي بالتدريج، ضروري جدا يا جماعة ننزل بالتدريج، لان الملوخية الناشفة بالذات لو نزلنا الكمية كلها مرة واحدة هتكلكع معانا ومش هنعرف ان احنا نسلك معاها. فاحنا ننزل كده بالتدريج، وبعدين نفضل نقلب بالمضرب بتاعك بقى. انا عندي المضرب ده صغنن كده بحب اشتغل بيه في الملوخية، مخصصة للملوخية مخصوص، او باي مضرب عندك، مضرب يدوي كده او بالمعلقه. انا بصراحه بحب اشتغل بالمضرب لانه بينجزني على طول كده، بيكون الملوخيه عملت معانا والقوام بتاعها بيبقى جميل جدا، والطعم بقى حكايه. لما غليت كنت هنا في فصين 3 من الثوم محمراهم بمعلقه كزبره ناشفه، نزلت بقى كده على الوش. لازم التكه الاخيره دي اللي بتدي النكهه الجميله للملوخيه بتاعتنا. هنا بقول لكم اضغطوا اللايك الجميل، ما تنسونيش طبعا باللايك الجميل، لان استاهل اللايك الجميل بتاعكم، ودعوة حلوة كده من قلبكم، ولكم بالمثل أضعاف مضاعفة، اللهم آمين يا رب العالمين. هنا بقى البرنجان كنت قشرتها بعد طبعا ما حطها على عين البوتاجاز إن هي تشوي. أنا بشوي البرنجان على عين البوتاجاز وبيبقى جميل وطعمه روعة، اللي بيعمل كده يقول لي في الكومنتات يا جماعة. بعد ما شويتها سبتها كده 10 دقايق تبرد، وبعدين قشرتها وهرستها كده بالمعلقة أو بالشوكة. وكنت عاملة الخلطة الجميلة دي ليه على البوتاجاز، فصين توم بتلات أربع تلات أربع 3 4 إيه اللهم ذكرني نسيت. لأ فصين توم، وبعدين طماطميتين من طماطميتين كده قطعتهم مكعبات، وقرن من الشطة الحراق لأن احنا بنحبه يكون حراق شوية. وبقى البهارات بتاعتك بقى ايه، الكمون والملح، بيخلي طبعا الكمون طعم البرنجان جميل قوي. وحطيت معلقة خل عشان البرنجان بتاعي ما يسودش. وبصراحة كانت أكلة جميلة جدا تستاهل بقكم. قطعته جنب جزر وطماطم والمخلل والبصل. وكده طبعا يكون فيديو النهاردة انتهى، اشوفكم على خير فيديوهات جديدة. كنت معكم اختكم في الله آية، مع السلامة.